atau umum gawabinna akis simpi tadi lewat wala kaya siguro gawaban ko isi saya sangat tinggi tu sini tu bisa jazakumullah khair. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-ahdaf wal ghayat wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-ma'budu fil ardi was samawati wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin وأسمى التسليمات الله الزاكيات المباركات على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام المتقين البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأحيي جمعكم الكريم بأطيب التحية وأزكاها وأحلاها من قلوب محبة لكم ومتعششة للقياكم وملهمة بفضلكم وكرمكم نحييكم من نفوس بهذا القدر من أرض النيل ومن إخوانكم أعداء مجلس بالي ومن شعب بالي نحييكم بتحيات مباركات وأخص بالتحية صاحب الفضيلة سكرتير عام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروبا المهندس ثم الشيخ مصباح عبد الرحمن الذي طالما يتعهدنا كثيرا في هذه المنطقة وبدون ملل ولا كلل وأخص كذلك ضيفنا الكريم والغالي علينا والعزيز علينا الذي قطع هذه المسافة البعيدة وهذا الجبال الشاهقات مع وعورة الطريق ليشرفنا بهذا اللقاء المبارك الدكتور جبريل قمر الدكتور ثم الشيخ جبريل قمر الداعي المعروف. والتحية موصولة لرؤساء المجلس وأعضاء المجلس في المديريات ولجميع ضيوفنا الكرام من السيدات والسادات أيها الحضور جميعا تقبلوا تحياتي تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله إليكم الذي وفقنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نشكر قيادتنا في المال الشهرية على ما قاموا به من الترحيب والتشجيع على انعقاد المؤتمرات ومنها هذا المؤتمر. كما أشكركم جميعا لقبولكم واستجابتكم لدعوتنا وأخص بالشكر رئيس مديرية النيل الذي مهد لنا هذا المكان ويسر لنا لنجتمع فيه مع أحبتنا ومع ضيوفنا. والشكر موصول لرئيس مديرية النيل الذي منح لنا تلك الأراضي الواسعة الشاسعة التي تبلغ مساحتها 25,000 متر مربع أو مكعب لصلاح إدارة المجلس ولصلاح المسجد. وفق الله الجميع. صاحب الفضيلة الشيخ مصباح أيها الحضور إن اجتماعنا هذا تلتئم فيه النفوس وتتآلف فيه القلوب مستعينة بالله عز وجل وبالإيمان وبالصبر واليقين وبالتوكل على الله عز وجل. ذلك أن مجلسنا
مجلس لكل المسلمين في هذا في إثيوبيا، مجلس لكل المسلمين وليس لفئة معينة أو لطائفة معينة أو لمحافظة أو إقليم معين، بل هو لجميع المسلمين في هذه البقعة من الأرض. قام على العدل والقسط والتوجيه والتوعية، وهذا ما نسعى له، وهذا ما ثبت عليه بعثة الأنبياء والرسل من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وشعارنا في هذا الملتقى هو الوقوف على جهود المجلس في هذه المحافظة وفي المديريات في العام المنصرم، ثم الاطلاع على جدول الأعمال في العام المقبل، كما يتضمن التوجيه والتوعية والإرشاد. وبالتوعية نستنير معالم الطريق ونرتب الأسبقيات، كما ندرس واقعنا في شتى المجالات ونعمل على حشد الطاقات لنستفيد منها في ميادين البناء والتكوين، فيما فيه صلاح العباد والبلاد. إيمانا منا بأن الاختلاف في وجهة النظر بين بني البشر في المفاهيم الفكرية والثقافية والدينية إلى آخره، واختلاف الألسن آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولكننا في نفس الوقت نحذر ونحترز من الاختلاف الضاد الذي يؤدي إلى الغلبة والقهر، ويؤدي كذلك إلى الفشل والذهاب الريح. والخلاف المفيد والذي يستفيد منه الإنسان هو خلاف التنوع، يكسب المهارات ويوسع التفكير وتبادل الآراء مع تقدير الرأي الآخر، كما كان سلفنا الصالح. وللأسف إن كثيرا من الأصوات ترتفع اليوم بغير صواب، وهذه الأصوات تخلق الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، وتجر الناس إلى اليأس والقنوط والخوف والإحباط، وخاصة إذا كانت باسم الدين وممن ينتمون إلى العلم وممن ينتمون إلى الدين. وهذا واقعنا اليوم والله المستعان، وهو من أكبر العقبات أمام الدعوة إلى الإصلاح والبناء والتوعية. والتوعية والتوجيه هو السبيل الوحيد إلى بعث الأمل في القلوب وشحذ الهمم وإيضاح الحق على قدر المستطاع، وليس سائغا من الدعاة والعلماء أن ننشغل بهذه الأزواج الفوضوية، فكم لله من نعمة في تأيي المكاره، وكم لله من المنح في تأيي المحن، والعاقبة دائما تأتي بعد البلاء، ولن يغلب عسر عسرين. وعلينا أن لا نكثر الحديث حول الظلام، بل علينا أن نجتهد في إيقاظ الشموع والسرور، لأن هدم الباطل أيسر من بناء الحق. فعلينا أن نتبصر الواقع وأن نتتبع الأحداث حولنا، وأن نعالج القضايا المظلمة بإيقاظ هذه السرج بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلينا أن نخلص النيات والمقاصد لله عز وجل، فإن ذلك من شرط الرضا والقبول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبذلك نخلق علو الهمة إنسانا وزمانا ومكانا، كما قال الشاعر: إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجمال العجز عقلا فتلك خديعة العقل اللئيم. ومن التعبة الاستفهام حول القضايا المهمة كالأمن وسلامة الوطن والرعاية الصحية والحفاظ على رغد العيش وعلى ما يكون سببا لبقائنا والعيش في الكرامة لنا ولأمتنا ولبلادنا. كذلك الاستفهام حول وحدة الصف ووحدة الكلمة، وأن نضمن الجناح
بين صفوفنا ونرتفع من الآلية البسيطة الرذيلة من الأعمال والأحوال، فلنكن جميعا على غرار قول الشاعر يعبر عن سلامة الصدر وسلامة الفكرة التي ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم. يقول: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرد لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيلا بنحس تمر بي زجرت لهم طيلا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور. أيها الإخوة، أرجو لكم اجتماعكم أن يكون اجتماعا مرحوما، وتفرقكم بعده تفرقا معصوما، وأعتقد أننا سوف نستفيد من عالم جليل له خبرة في الدعوة وله خبرة في القيادة، الدكتور جبريل، كذلك من هذا الشاب الذي هو بيننا الشيخ مصباح عبد الرحمن، أنه له تجربة عميقة في القيادة وترتيب الأمور وترتيب الأسبقيات والأولويات. فإن شاء الله أحولكم إلى هذين العالمين لنستفيد منهم ونستفيد منهم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.